كركديه يطرع القلب عظمة العظمة، كوباية كركديه عظمة. طريقة عمل الكركديه زي ما انتوا شايفين بطريقة سهلة جدا. عناب، طبعا عصير مشروب اقتصادي سهل وموفر. وسريع ورخيص. زي ما انتوا شايفين انا بلاه في مية اهو. طبعا بغسله الاول، ده انا كوباية حاطة فيها تلج، مكعبات تلج بوريكم يعني. طبعا انا بغسله الاول تحت الحنفية وبعد كده بنقعه في مية. اسهل حاجة للكركديه يعني، بطريقة جميلة، وكوباية كركديه رخيصة وحلوة تطرع القلب، وهو اصلا مفيد. طبعا التلج اهو في الكوبايه، وهصب زي ما انتوا شايفين صبيت الكركديه. طبعا صفيته بالمصفى اللي كان في قلبها دي، المصفى عشان اصف اصفي الكركديه اللي هو الورق بتاعه يعني ده، وما برميش، برجعه تاني فيه. ولو حبيت ازود ميه بزود لو هو تقيل. زي ما انتوا شايفين كوبايه كركديه مشبره، جميله 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 بصراحه، لا فوائد حلوه وعصير حلو ورخيص. وشوفي بقى كوبايه الكركديه دي لما تطلعي بره هتشربها في كافيتيريا. دي طبعا معموله بطريقه نظيفه وحلوه قدام عينيكي، وانت اللي عاملاها ليكي ولولادك زي ما انت حابه. عايزه تزودي السكر زودي، عايزه تقللي السكر قللي. ايه رايكم في الشوات الورد دول والفازه الحلوه دي؟ هي في نظري حلوه، الله اعلم بقى في نظركم حلوه ولا لا. المهم اعملوا لايك لكوبايه الكركديه الجامده دي. زي ما قلت لكم بتقللي السكر او بتزوديه زي حسب الرغبه، بس انا بحط السكر مظبوط، لا قليل ولا كتير. وطبعا انا بحط السكر في قلب الكركديه وانا بنقعه، يعني مش لسه بقى احط في كل مع كوبايه، لا ده انا بحط الميه بالكركديه واقلب السكر واسيبه بقى يجهز نفسه بقى ومظبوط، وبسيبه عندي باليومين والتلات ايام نقعد نشرب بيه. يعني حاجة ساقعة حلوة كده وحاجة موفرة. عصير اقتصادي موفر، عصير اقتصادي موفر ورخيص. ونبقى كده اتمزجنا وشربنا واتبسطنا احنا والولاد. وبحبكم يا حبايبي، وما تنسوش تعملوا لايك لقناة ملك وماما. بحبكم كتير، وخدوا لفة في القناة هتعجبكم، واحلى كوباية عصير. وبحبكم كتير كتير. السلام عليكم.